اهلا بيكم في قناة ملخصات افلامك. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم مع بطلنا نسان وهو صاحي من النوم، بيحضر فطاره وبيستعد عشان يروح شغله. بيوصل البنك اللي شغال فيه اول واحد، بنعرف انه شغال مساعد مدير البنك. حياته روتينية ومملة لاقصى درجة. بيقعد مع عميل واخد كارد من البنك، بيقول له للاسف البنك هيحجز على المتجر بتاعك وكمان البيت. بيقول له العميل انا ما بقاش فارق معايا، انا خسرت مراتي وحب عمري، انا كده كده ما بقتش عايز اعيش. نسان بيصعب عليه الراجل وبيقول له انا ممكن اجل الورق اللي بعد ايام عيد الميلاد عشان تقدر تاخد معاش مراتك وتأمينها الصحي، فكده محدش هيقدر ياخد البيت منك. فبيفرح العميل جدا وبيشكره. المدير بيجمع كل اللي شغالين في البنك وبيقول لهم انه لازم في ايام اعياد الميلاد نشتغل اكتر عشان العملاء يكونوا مبسوطين والبنك يكبر. في اللحظه دي بتدخل شيري الموظفه الجديده. نسان اول ما بيشوفها بيتنح، وبنكتشف انه معجب بيها من 4 شهور بس ما عندوش الجرأة انه يعترف لها. وبعد الاجتماع ونت ده اسم الدلع بتاع نسان بيروح يعمل القهوه، ولما بيشوف شيري بتقرب منه بيتوتر وبيوقع القهوه السخنه على ايده. فبتحاول شيري انها تساعده لكن هو بيقول لها مفيش مشكله انا كويس. وساعه المنبه بتاعه بترن فبيسيبها وبيمشي، وبنشوفه وهو بيحط مرهم على الحرق بتاعه. وبتدخل عليه شيري وبتتاسف له عشان خضته ووقع القهوه على نفسه، وبتعزمه على الغدا كنوع من انواع الاعتذار. لكن هو بيرفض وبيقول لها انه جايب الغدا بتاعه معاه. فبتقول له ماشي لو غيرت رايك ابقى قول لي. فبيقعد نت يفكر مع نفسه وبيقول هو ايه الغباء اللي انا عملته ده. فبيقوم بسرعه وبيقول لها انا موافق. فبتقول له ماشي نتقابل في الاستراحه. وفي المطعم بتطلب شيري فطيرة كرز ونت بيطلب عصير. بتحاول شيري تأكل نت الفطيرة لكن بيرفض بشدة كمان. فبتستغرب منه. فبيبدأ نت يشرح لها السبب وبيقول لها ان عنده خلل جيني بيخليه مش بيحس بأي ألم أو حرارة أو حتى برودة، وهو مش بياكل أي أكل صلب عشان بيعض لسانه من غير ما يحس. وبسبب الخلل الجيني ده هو قضى كل عمره في المستشفيات عشان الدكاترة قايله له انه متوسط عمره 25 سنة. فبتسكت شيري شوية وبعدها بتقول له بس جربها ومش هتندم. ولما بيجربها بيتفاجئ بطعمها وبيتبسط جدا، وبتعزمه بالليل يخرجوا سوا فبيوافق. ولما بيسهروا بالليل في الحانه بيسألها عن حياتها، بتعرفه انها كانت بتتنقل كتير بين المدن عشان كانت في دار ايتام لحد ما تمت 12 سنه. في السن ده اتبنتها عيله بس للاسف كانت معاملتهم معاها وحشه جدا، وكان عندها اخ كبير هو الوحيد اللي بيعملها كويس، بس هي هربت من البيت عشان ما كانش قادره تستحمل المعامله دي. في الوقت ده بيجي راجل بينادي على نت باسم نوفاكين وبيقول له انا مش مصدق نفسي، انت لسه عايش لغايه دلوقتي؟ انا كنت مراهن ان حياتك هتنتهي من بدري. وبيفضل يضحك عليه وبيسيبه. ولما بتسأله هو مين ده بيقول لها هو كان زميله في المدرسة الإعدادية، هو اللي طلع عليه اسم نوفاكين، وكان الأطفال بيضربوه كل يوم عشان يشوفوا هيحس بالألم ولا لا. في الوقت ده بيرن منبه الساعة بتاعه فبيستأذن وبيقوم، بس هي بتوقفه وبتسأله هو ايه السبب. فبيقول لها انه بيظبط المنبه كل 3 ساعات عشان يخش الحمام عشان المثانة بتاعته ما تنفجرش. ولما بيخرج من الحمام بيشوفها قاعدة مع زميله وبتقول له انهم لازما ينسوا الماضي ويرجعوا صحاب. فبيوافق وبتعزم على زميله بمشروب، ولما بيشرب بيفضل يقعد ويكح وكأن حياته هتنتهي. فبتقعد تضحك وبتخرج جري مع نت وبتقول له انها حطت شطه في المشروب بتاعه، وبيفضلوا يضحكوا. وبتروح معاه البيت ولما بتشوف ايده بتلاقيه راسم وشم عليها، ده كمان راسم على كل جسمه. بيقول لها ان دي هوايته، هي دي الطريقه اللي بيعبر بيها عن نفسه، وبيقضوا سوا وقت حلو. ولما بيصحى الصبح بيبقى في قمه سعادته، ده كمان بيجرب يفطر اكل صلب مش عصاير. وبيروح الشغل وهو فرحان جدا. ولما بيروح لشيري عشان يعزمها على الغدا بتقتحم عصابه البنك وبيثبتوا كل اللي فيه. واحد من العصابه بياخد مدير البنك وبيأمره انه يفتح الخزنه، لكن مدير البنك بيرفض. فبيقرر انه يخلص عليه وبيمسك نت عشان هو مساعد مدير البنك، وبيفضل يضرب فيه عشان يقول الرقم السري. لكن هو في حاله صدمه من منظر مدير البنك ولسه هيخلص عليه. شيري بتقول له ارجوك سيبه. فبيمسكها فرد العصابه وبيقعد يضرب فيها. فبيوقفوا نت وبيقول له على الرقم السري، وفعلا بيفتحوا الخزنه وبياخدوا الفلوس. لكن الشرطه بتيجي وبتحاصر البنك، فبياخدوا شيري رهينه ويخرجوا من البنك. فافراد الشرطه مش بيضربوا نار عليهم بس هم بيخلصوا على اغلب افراد الشرطه، وبيتم تبادل اطلاق النار في كل حته. وبتهرب العصابه في عربيتين. نت بقى لما بيفوق وبيخرج بسرعه بياخد عربيه الشرطه والمسدس بتاعه وبيطلع يجري وراهم. هما بيفضلوا يضربوا عليه نار بس هو مش بيستسلم. فبتقرر العصابه انهم يتقسموا ويتقابلوا في الورشه، وفعلا بيعملوا كده. وللاسف نت بيجري ورا العربيه اللي ما فيهاش شيري وبيوقف فرد العصابه وبيساله عن مكانها. ولما بيعرف فرد العصابه انه مش شرطي بيهرب منه، بس بيمسكوا نت في مطبخ مطعم وبيقول له انا مش هعمل لك حاجه بس عرفني مكان شيري. ففرد العصابه بيفضل يضرب فيه ونت مش بيحس باي حاجه، كل اللي على لسانه قول لي بس مكان شيري وانا مش هبلغ عنك. ولما فرد العصابه بيقرر يخلص عليه نت بيشوف المسدس واقع في الزيت المغلي فبيحط ايده وبياخده وبيخلص على فرد العصابه. ايد نت في الوقت ده بتتشوه لكن هو مش حاسس بحاجه، هو في حاله صدمه، هو اول مره يخلص على حياه حد. لكن بيفوق وبيدور في هدوم المجرم يمكن يلاقي حاجه، وبيلاقيه راسم وشم على كتفه فبيصوره وبيخرج. في الوقت ده الشرطه بتعاين موقع الحادثه وبيعرفوا ان نت خد عربيه الشرطه والمسدس بتاعه وجري ورا العصابه.
العصابه، فبيستنتجوا انه شغال مع العصابه. المحققه المسؤوله عن القضيه دي بتأمر الضباط يجمعوا لها كل المعلومات الخاصه بنت. في الوقت ده نت بياخد عربيه المجرم اللي فيها الفلوس وبيمشي بيها، فبيتصل بصاحبه وبيقول له انا هبعت لك دلوقتي صوره وشم، عايزك تبحث لي عن اللي رسم الوشم ده في كل ارجاء المدينه. وبيقفل معاه وبيروح لمحل العميل اللي البنك كان هياخد المحل بتاعه، وبيخليه يساعده يخيط له جروحه، وبياخد حقنه ادرينالين عشان يقدر يكمل مطارده مع العصابه. وقبل ما يمشي بيدي الراجل فلوس كتيره جدا وبيقول له يسدد الكارد بتاعه. وهو في الطريق بيتفاجئ بالمحققه بتتصل بيه وبتقول له ارجع ورجع الفلوس، ده هيخليك تاخد حكم مخفف. فبيتصدم انها فاكره انه مع العصابه، وبيقول لها انا بعمل كل ده عشان انقذ شيري، ومش هرجع غير لما انقذها، هي الشخص الوحيد اللي خلاني احب الحياه ومش هقدر اتخلى عنها. وبيقفل معاه المكالمه. في الوقت ده صاحبه بيبعت له عنوان الرسام الوشم، فبيروح هناك وبيعمل نفسه اكنه زبون وبيوريه الرسمه اللي عاوز يرسمها. الرسام اول لما بيشوف الرسمه بيقول انا رسمت الرسمه دي قبل كده المايك، الرسمه دي خاصه بفرقه خاصه في الجيش. فبيرد نت عليه وبيقول له ما انا صاحبه، هو اللي قال لي اجي اعمل هنا الوشم. ولما نت بيسال الرسام على مكان بيت ماك، الرسام بيشك فيه ولسه يمسك السكينه عشان يخلص عليه. نت بيلحق نفسه وبيثبته بالمسدس وبيقول له انا مش عايز اذيه، عرفني بس بيت مايك. فبيرفض الراجل وبيدور معركه بينهم. نت مش بيقدر على الراجل خالص، الراجل بيبهدله وبيضربه في لوح ازاز وبيكسره عليه. نت لما مش بيلاقي فرصه انه يعيش بيضرب ايده في الازاز عشان يخلي الازاز يلزق في ايده، وبيضرب الراجل في عينه وبيعميه. فالراجل بيفضل يتألم وبيقول له على عنوان بيت مايك. في الوقت ده بقى افراد العصابه بيكونوا في الورشه. اندريا بيقلق على اخوه جدا، لغايه دلوقتي هو ما جاش. فبيرد عليه سايمون انه اكيد هيجي ما تقلقش، لكن اندريا مش بيسكت وبيقول له انه هيروح البيت ويشوفه، وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده شيري بتبقى قاعده مصدومه من اللي حصل. سايمون بيتكلم معاها وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجه هتبقى زي الفل. وبنكتشف في اللحظه دي ان سايمون يكون اخو شيري بالتبني، وكل اللي حصل ده كان خطه. وبتلوم شيري عشان ما اتفقوش ان حياه حد تنتهي، وبتقول له انا مصدومه فيه. في الوقت ده بيوصل نت بيت مايك وبيفتشوا يمكن يوصل لحاجه، لكن بيت مايك بيكون مليان افخاخ، وكل لما النت يتحرك بيقع في فخ. بس بيلاحظ ان فيه هدوم مكتوب عليها اسم ورشه تصليح عربيات، فبيستنتج انهم محتجزين شيري هناك. وقبل ما يمشي بيقع في فخ بيخليه متعلق في الهواء، فبيتصل بصاحبه وبيقول له الحقني وبيديله العنوان. في اللحظه دي بيوصل اندريا البيت وبيشوف نت متعلق في الهواء وبيقول له هو انت مين؟ نت بيقول له انه حرامي بس هو دخل البيت الغلط. في اللحظه دي سايمون بيتصل باندريا وبيقول له ان اخوه فارق الحياه، وان اللي خلص عليه مش الشرطه، ده واحد لابس بدله ومتبهدل. فبيفهم ان نت هو اللي خلص على اخوه ولسه هيخلص عليه. نت بيقول له الحمد لله انك هتخلص عليا بسرعه، دي رحمه منك. فبيرجع اندريا وبيقول له لا انا هخليك تتمنى تفارق الحياه الاول. وبنفهم ان نت عمل كده عشان يكسب وقت اكتر وعقبال لما صاحبه يجي وينقذه. وبيفضل اندريا يعامل نت بقسوه، ونت بيمثل انه بيتألم ولسه اندريا هيخلص عليه. بيجي صاحبه وبينقذه في اخر لحظه، ولما بييجوا يخرجوا بيلاقي الشرطه محاوطه البيت عشان راقبوا تليفون نت وعرفوا مكانه. فبيطلع نت وبياخد الموتوسيكل وبيهرب، بس هما بيلحقوه وبيمسكوه. بس ده بيطلع صاحب نت، وهو عمل كده عشان نت يعرف يروح وينقذ شيري. وفعلا بيوصل نت للورشه وبيثبت سايمون بالمسدس وبيطمن على شيري. فبيقول له سايمون هو انت الشاب بتاع البنك؟ شيري حكت لي عنك، اصل انت مش عارف انا اخو شيري بالتبني وهي اتقربت منك عشان ده كان جزء من الخطه. فبيتصدم نت من اللي سمعه وبيحس ان الدنيا بتلف بيه. فبيستغل سايمون الفرصه وبيضربه وبياخد منه المسدس وبيحطه تحت مكنه الضغط عشان يخلص عليه. بس شيري بتحاول تمنعه وبتقول له سيبه، خد نصيبي واهرب بيه، انا بحب نت ومش هتخلى عنه. فبيمسك المسدس وبيوجهه في وش شيري وبيقول لها انت فاكره ان همشي كده؟ لا انا لازم اخلص عليك قبل ما امشي. بس فجاه بيتصاب في رصاصه في بطنه، وبنكتشف ان الشرطه وصلت للمكان وعرفت العنوان من صاحب نت، وبيحطوا الكلبشات في ايد شيري ونت بيجيبوا له الاسعاف. بس مره واحده بيتصاب الضابط وبينتهي حياته، وبعد كده بتتصاب المحققه في بطنها. بنكتشف ان سايمون لسه عايش وبيخلص على المسعفين وبياخد عربيه الاسعاف اللي فيها نت وبيهرب. بتروح شيري تحاول تلحق المحققه وبتاخد منها مفتاح العربيه عشان تلحق نت. في الوقت ده بيفوق نت وبيعرف ان سايمون هو اللي سايق العربيه، فبيكسر صباعه عشان يفك الكلبشات اللي في ايده، وبياخد جهاز الصدمه الكهربائيه وبيشحنه وبيصعق بيه سايمون، فبتتقلب بيه العربيه. سايمون لما بيفوق بيفضل يضرب في نت ومش بيرحمه، ده حتى بيكسر ايده لدرجه ان العظم بيبان. ولسه هيخلص عليه بتيجي شيري وبتضرب عليه نار وبتحاول تخلص عليه، لكن هو بيمسكها وكان هيخلص عليه. ومره واحده نت بيرشق عظمه ايده ببق سايمون وبيخلص عليه، وبيفقد نت الوعي في ساعتها وبيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى وكل حته في جسمه متجبسه. بتيجي المحققه وبتقول له المحكمه خففت العقوبه وبقت 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ، بس اتحكم على شيري بسنه و8 شهور. وبعد سنه بيرجع نت لحالته الطبيعيه وبيزور شيري في السجن وبيوريها انه رسمها على صدره وبيوعدها انه هيستناها لاخر العمر. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم وما تحرمناش من الاشتراك واللايك الجميل. سلام.